ما تشوفوا هذا مدخل المكان الخاص بتحنيط الملوك. بسم الله. طبعا يقول الأهالي أنه وللأسف تم تخريب المكان من قبل ناس مجهولين. يعني هناك في عمود ولكن تم تخريبه واندثر العمود، وكذلك اندثرت بعض الصخور من أعلى الجبل. هذا من الفتحات، ما أدري هل هذا الفتحات من قبل ولا عمل تخريبي، ولكن نتوقع أنه الواضح هذا من السابق لأنه نحت. ولكن هنا كان في عمود نفس اللي هنا، مثل ما تلاحظوا شوفوا كمية التخريب في هذا الأعمدة. المفروض يكون في اهتمام بهذا الآثار عشان أنها تبقى على مدار الزمان، ما تتعرض للتخريب وللعبث من قبل الناس الثانيين. فهذا هو المكان الخاص بتحنيط الملوك. خلونا نطلع فوق ونشوف مقابرهم. نبدأ بهذا الغرفة المميزة. ليش مميزة؟ لأنها مرتفعة عن الجبل، يعني شوف مرتفعة وما لها مدخل. اضطريت أن أنا أطلع على المدخل وتجي هنا في الداخل. بسم الله. مثل ما تشوفوا هذا المدفن، كأنه هنا القبر، يمكن هنا قبور أخرى، أو هنا مثلا من المعتقدات القديمة يحطوا أغراض. لأنه قديما كان في معتقداتهم أن الشخص لما يموت يرجع للحياة مرة أخرى، فيحتاج أغراض، يحتاج أكل، ماي، فيحطوا له إياهم هنا. نفس الشيء المكان هنا تشوف فيه تعبث وكتابات وما إلى ذلك. بسم الله. شيء رهيب ومهيب. هذا هي من القبور اللي تشوفوها. طبعا ما حد يعرف من الملك اللي كان هنا، ما في أشياء توضح أو ما في اكتشاف حقيقي للمكان، بس شيء جميل. هذا المدخل مثل ما تشوفوا، هذا هو المدخل. بسم الله. هذا نفس الشيء من المدافن. هذا مدخلها سهل وصغيرة مش كبيرة، يعني حتى تكملتها مختلفة، ما في إلا هذا الحيد أو السدة إذا كان يحط فيها أغراض. وهذا حتى القبر صغير، ما أدري هل هو يمكن أحد أبناء الملوك أو شيء من هذا القبيل، ولكن هذا القبر الثاني. طبعا هذا الجبل مليان بالقبور مثل ما تشوفوا، ونفس الشيء الجبل اللي مقابلنا مليان بالقبور في الأسفل، وفي الأعلى قلعة الحطمة. يقال أن هذا كانت قلعة كلها من بداية النقطة هناك لحد هنا. وفي أساطير كثير تقول أن مثلا هذا المعبد وهنا كانت البوابة، ولكن ما في شيء مؤكد أو ما في نقوشات